أنا سعيد. كانت البداية ديالي في صناعة المحتوى من 2022 وأنا على أمل أنني نولي من أحد المشاهير ديال اليوتيوب ولا يوتيوبرز كيف ما كيقولوا. ولكن هادشي ما مشاش كيف ما كنت أنا باغي. من 2022 حتى لدابا خييت تقريبا شي 3 د ليسين واللي كنت أولهم ديال الجيمين. خييت فيها بزاف ديال لي فيديو واحد شوي ملي تمنى ما بقاش باين لي فيها وانا عاوتاني نحل اسين اخرى. خييت هي فيها دي فيديو عاوتاني ما بقاش بان لي فيها عاوتاني خييت اشين واحد اخر وبقى هكا الامر كيتكرر حتى وصلنا 3 د ليسين في التوتال. ولكن كلشي ما وصل فيها حتى شي 10 د لي فيديو ولا من 2022 حتى لدابا خييت تقريبا شي 30 فيديو اولا حتى 40 فيديو وكل فيديو مليح في جهه. هذا كان سعيد اللي بحالي وبحالك وبحال بزاف ديال الناس اللي باغيين يديروا شي حاجه وما كتصدق لهمش ولا خلينا نقولوا ما كينجحوش فيها، حيت النجاح عنده بزاف ديال المتطلبات ديالو عاد باش تقدر تنجح. كيف ما قال الصديق ديالنا سعيد بانه خيط 3 ديال لي شين، وهذا اول سبب ديالو ما خلاش ينجح هو انه ما منضبطش في واحد الحاجه وحده، وزيد عليها هو خيط 3 ديال لي شين وعنده يلا في التوتال شي 30 فيديو او 40 فيديو. هادشي اللي تيبين لنا بانه زيرو ديسيبلين، بانه كان كيخي شي وحده شي 5 د الفيديوهات اولا يعني فيديو في العام وكيعاود يغبر عاوتاني وتيجي. باش تنجح وتكون واحد الانسان اللي بارز في دومين ما كيكفيش انها تكون عندك كواليتي اولا داكشي اللي كتحطه يكون مزيان، ولكن الا ما كانتش عندك لا ديسيبلين راه واخا يكونوا عندك هاد الحوايج هادو ماتيريال مزيان اولا انت كتحط بكاليتي مزيانه وكلشي عندك مزيان، ولكن الانضباط ما عندكش. فاي انسان ناجح كيكون منضبط، والحمد لله حنا الاسلام ديالنا تيخلينا نكونوا واحد الناس اللي منضبطين، بما اننا عندنا 5 ديال الصلوات وبزاف ديال الحوايج. الحمد لله على هذه النعمه هذه تخلينا نفكروا في الانضباط. ولكن هذا الشيء كيخصو دوافع، كيخصو الدافع ديال بانك انت باغي دير هذيك الحاجه اللي باغي ديرها. دوافع هما اللي تيخليوك تنوض دير ديك الحاجه رغما عن انفك، تنوض صحه عليك باش انك ديرها. الا ما كانش عندك هاد الدوافع هادو فكنظن بانك غادي تدوز شويه في الحاجه وغتمل منها وغتمشي. فاي دافع كيف ما كان فكيكون مقبول، المهم هو انه يخليك انك تنوض دير ديك الحاجه. فما كنسمعوا كيقولوا بزاف ديال الناس تقول له علاش كدير ديك الحاجه، يقول لك اودي حيت كنبغيها كنحبها داكشي باش كنديرها. يعني هو هاد الانسان هذا عنده واحد الدافع ديال انه تيبغي ديك الحاجه يديرها تينوض يديرها. داكشي باش انا دابا قررت اني نانستالي كاميرا نانستالي الميكروفون وما نسكريبتي ما والو وغنقاد فيديو ديالي، حيت حتى انا كنت زيرو ديسيبلين. كنقول اليوم غنصور فيديو كنمشي كنصدق ما مصور فيديو حتى لواحد المده اولا ما مصوروش كاع. اليوم قررت بانني غادي نبدا واحد لا ديسيبلين جديده، واللي من هذا الفيديو وهاد لاشين هادي مسحت منها كاع لي فيديوز اللي كانوا وغتكون البدايه هو هاد الفيديو هذا. ومن اليوم فصاعدا عندي واحد الدافع ولا واحد الدليل اللي غادي يخليني بانني نخيي كونتوني وما نحبس. ما نبغي نحبس غنرجع وغادي نتفكر باللي انه راه عندي واحد الفيديو كنت كنقول فيه بانني غنخيي الكونتوني وما غاديش نحبس. فانت ولا انت اللي كتفرج في هذا الفيديو هذا ما كرهتش تاخذ واحد الحاجه وتخليها رمز بدايه ليك باش كل مره تبغي توقف ترجع وتذكرها. داكشي باش خليني نقول لك الا كنتي باغي تحضر لها الثوره اولا تشارك في الثوره باش تكون انت ديسيبليني وتلقى واحد الناس اللي معاك ديسيبلين ويقدروا تشوف فيهم بانهم تيقدموا انجازات تيديروا انجازات في الحياه ديالهم. فما عليا نقول لك غير زورني في انستغرام وقول لي بانك جاي من هذا الفيديو باش ننظموا واحد الفريق ديالنا اللي غيكون كبير، وكل نهار تقريبا غنبقاو نبوستيو الانجازات ديالنا اللي تنديروا في النهار، اللي منهم انا غنبقى نخيل الكونتوني. وحتى انت الا كنتي كتخيل الكونتوني ورينا الكونتوني ورينا الانجاز ديال كل نهار غنبقاو نبوستيوهم في انستغرام وغنبقاو نشوفوا الانجازات ديال بعضياتنا باش نبقاو نتموتيفاو مع بعضياتنا ونوصلوا لشي حاجه اللي اكثر من هذا الشيء ان شاء الله. الا وصلتي لهنا خليني نقول لك شكرا وما تنساش لايك وسبسكرايب باش نقدروا نزيدوا المزيد ان شاء الله. هذا الفيديو درتو غير باش يبقى كيف ما قلت لكم دافع ليا. انا الكونتوني ديالي بعيدا عن هادشي باش ندير الفلوغين وان شاء الله القادم احلى. خليني نقول لكم تشاو وبسلامه عليكم.